اليوم عندنا طاجين الحلو، مقادير مضبوطة. اللون تاعو شوفوا كيفاش يشهي، يطيب هايل، يطيب ربعة. شبح السفرة تاعنا مشرب للقلب. هاهو ليكم، تبعوا الطريقة تاع شبح السفرة اللي درناها في الفيديو اللي قبل، وتبعوا الطاجين الحلو اللي درناه بهذه المقادير، وراح يخرج لكم روعة. شوفوا كيفاش، جربوا الطريقة ومش راح تندموا عليها. هاو ليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم. صحة رمضانكم تصوموه بالصحة والعافية. بما انه رانا في رمضان، جبت لكم اليوم طاجين الحلو. راح نديرو طاجين الحلو بمقادير مضبوطة، يجي يشهي. راح نستعملوا فيه الشبح الصفراء اللي استعملناه في الفيديو اللي قبل، راح تشوفوا كيفاش يجي يذوب في الفم. هيا نمشوا لمقادير الطاجين الحلو تاعنا تاع اليوم. عندنا عبر تاع الفواكه المجففة. عندنا العبر كيما هاك، انا راح ندير عبر صغير، نتوما ديروا العبر اللي يناسبكم. نفس العبر اللي ديروه في الفواكه المجففة، انا درت برقوقة ولا عين البقرة، انا درت زبيب، مشماش، اناناس. نفس العبر اللي ديروه في الفواكه المجففة ديروا نفسه عبر تاع سكر، وزوج عبر تاع الماء. عبر تاع عين البقرة، عبر تاع الفواكه المجففة، عبر سكر، زوج عبار تاع الماء. عندنا شوية تاع زبدة ماشي بزاف، عندنا قرفة، عندنا شوية قرنفل هكا شوية برك، وعندنا الكركم يعطينا ذوق ويعطينا لون، وعندنا المزهر نزيدوه من بعد. هيا نمشوا طريقة التحضير. نبداو بعين البقرة تاعنا، ماناش راح نضيفوها درك، نبداو بها هي الاولى. نديروا لها هكا في الماء السخون. هاي عين البقرة تاعنا، نديروا عليها الماء السخون هكا، ونخلوها بجهة. ونحكموا المقادير تاوعنا نديروهم. نجيبوا الماء، زوج عبار تاع الماء والعبار تاع السكر هنايا، نديروهم على نار قليله باش يطيب الطاجين الحلو تاعكم مليح. ديروه على نار قليله هكا. راح نديرو فيه العود تاع القرفه وهذوك حبيبات تاع القرنفل. نديرو شويه تاع الكركم، شويه ماشي بزاف. وراح نديرو الزبده هذيك، ونديرو حوايج تاوعنا، الزبيب والمشماش. نحو برك عين البقره اللي ما نديروهاش في الاول، نديروها برك من بعد تطلق الكحوليه. اذا درناها من الاول تتفتح بالخف، ونخلو حتى يطيب نتاعنا طاجين الحلو تاعنا. ومن بعد نديرو عين البقره 5 دقائق توالى، ولا نديرو عين البقره تاعنا. هاي لكم على نار قليله. هاي لكم بارد في بارد. بعد ما ذابت الزبده تاعنا هذيك وغلى الماء كيما هاك، نغطو على الحوايج تاعنا، طاجين تاعنا نغطو عليه ونخليه يطيب في غربه على نار قليله حتى يتبدل اللون تاعو ويبدا يثقل. ومن بعد غير في ال5 دقائق التاليه ولا نديرو عين البقره تاعنا.
نخلوه يطيب في غرضو ومن بعد نرجعوا له. هاوليكم طاجين الحلو تاعنا بعد ما ثقل وبدا يطيب. نشوفوا هاي ليكم مشمش تاعنا طاب والزبيب تاعنا طاب، هاهو ثقل يعطينا لون هايل. هاي حتى الاناناس طابت هاهو. نلوحو درك العين البقرة تاعنا. العين البقرة تحاولوا ما تخلطوهاش باش ما تتحلش، باش ما تكحلناش لاصوص. هاي ليكم هكذا، وخلوه واحد 5 دقائق 7 دقائق حتى ل10 دقائق. تخلوش يثقل بزاف قد ما طيب عين البقرة تاعنا ونحوه. هاوليكم في هذه المرحلة نزيدو مغرف نتاع المزهر. مغرف تاع المزهر نزيدوها درك. هاي ليكم ونخلو عين البقرة تاعنا طيب من 5 دقائق حتى ل10 دقائق، ما تفوتيش هذه المدة. غطي عليها غطي عليها وخليها تطيب في غرضها على نار قليلة 5 دقائق 10 دقائق وخلاص. هاوليكم طاجين الحلو تاعنا بعد ما طاب، جاء ريحته تهدد، طاب في العبر تاعو، اللون تاعو هايل. اهو درك بعد ما طاب هاي عين البقرة تاعنا طابت برك ننطخ 10 دقائق. 10 دقائق ماهيش لاحقه طيب عين البقرة تاعنا. الحوايج تاعنا كامل طايبين. هاوليك طاجين تاعنا لونه يشهي بنتو هايله. دركا نحكموه نحوه ونخلو شويه برك لاصوص، شويه برك ماشي بزاف، ونخفوها بالمزهر شويه من لاصوص، نزيدوا لها المزهر ونديروا فيها شبح السفره تاعنا. شبح السفره ما نلوحوش هنايا، نلوحو في لاصوص تكون شويه خفيفه باه تشرب ويجي هشيش يذوب في الفم. دوك نح شويه من لاصوص وندير لها المزهر، نخففها بالمزهر ومن بعد نلوح فيها شبح السفره تاعنا. وليكم نحو شويه من لاصوص تاعنا نتاع طاجين الحلو. شوفوا اللون كيفاه يجي صفر، يجي يشهي. هاهي شويه برك متحتاجوش بزاف، ونخفوه بزوج مغارف تاع مزهر. زوج مغارف تاع مزهر، نخلوه يغلي حتى يغلي هكذا. هاوليكم حتى يغلي نزيدو دركا شبح السفرة تاعنا في وسطو هكذا على نار قليله. نخلوه يتشرب هذيك لاصوص. هاهو لازم تكون خفيفه لاصوص، ما نديروش في الطاجين الحلو تاعنا لانه مش راح يشرب لنا، وهذه الطريقه راح يجيكم يذوب في الفم. هاي ليكم شبح السفره تاعنا كيفاش. نخلوه واحد 5 دقائق ولا ما تفوتوش باش يجي ما يذوبش كامل وما يروحش. هاهي هذا شبح السفره اللي خدمناه في الفيديو اللي فات. هاهو واحد 5 دقائق فوق النار ونحوه نديروه في طاجين الحلو تاعنا. هاوليكم طاجين الحلو تاعنا كيفاش خرج بمقادير مضبوطه، ثقيل هايل. شوفوا اللون تاعو كيفاش داير يشهي. هاوليكم خرج هايل، اللون تاعو صفار مليح هايل ثقيل. شوفوا الشبح الصفراء اللي درناه البارح كيفاش
جا راح نقسمها قدامكم، شوفوا كيفاش يتشرب للقلب. هاو ليكم يجي روعة، ها هو يجد. بالصحة والراحة عليكم. شبح السفرة كيما قلت لكم، خفوا شوية لاصوص بالمزهر وخلوه يغلي في وسطها شوية، واحد 5 دقائق 10 دقائق، ومن بعد ديروه في طاجين الحلو تاعكم وراح يجي مشرب للقلب. هاو ليكم بالصحة والراحة وصحة فطوركم.